مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: إجراءات مشددة من المديرية العامة للضرائب. قبل ما نبدأ في تفاصيل النشرة الإخبارية، ما تنسوش ديروا جيم الفيديو، تشاركوا في القناة باش توصلوا بكل جديد قناة أخبار المغرب اليوم. وإليكم التفاصيل. قررت المديرية العامة للضرائب إعادة هيكلة استراتيجيتها لمكافحة التهرب والاحتيال الضريبي، واختارت تفويض السلطات الكاملة للأقاليم مع ضمن التنسيق الجيد مع الدوائر المعنية لتحقيق مزيد من المكافحة وتجنب أي انحراف. وتم تسجيل هذا القرار في مذكرة داخلية وجهت إلى جميع رؤساء المصالح والمكاتب وأقسام الشؤون القضائية في المديرية الجهوية. وتدخل المذكرة في إطار أحكام المادة 231 من القانون الضرائبي العام بشأن إجراءات تطبيق العقوبات الجنائية على المخالفات الضريبية. في عام 2021 لم تعد المديرية العامة للضرائب بحاجة إلى أي لجنة المخالفات الضريبية في حالة التهرب الضريبي، وهي لجنة لم يتم إنشاؤها لمحاكم مرتكبي الجرائم الضريبية. في هذه المذكرة الجديدة تطلب المديرية العامة للضرائب من فرقها تنسيق إجراءاتها مع الخدمة المسؤولة عن مراقبة الإجراءات القانونية من أجل كفاءة أفضل في الدفاع عن إدارة الضرائب أمام محاكم المملكة. كان معكم مذيع قناة أخبار المغرب اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه.